صلي على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شلونكم يا أحلى وأطيب وأرق عائلة؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع يا رب. اليوم مثل ما شفتوا بدينا صبحنا بتلاوة القرآن الكريم وبريوقنا هذا البسيط اللي هو أكلة شعبية يحبها جميع العراقيين، وخاصة في فترة الشتاء تحسسك بالدفو وتحسسك بحب العائلة ولمة الأهل. فاليوم بدينا أنا وأبو كرار، قعدنا الصبح وتريقنا، وبعد ما قعدوا الأطفال ريقتهم وأطيب ريوق طبعا بالشتاء. فتعرفون بعد شغلة الريوق راح ننتقل شغلة الغدا. فكان الغدا مثل ما شايفين ثروب، وسولفونا بالتعليقات منو يحبه منو ما يعرفه منو اللي كلش يعشق هاي الأكلة. فهنا خليت لهم التوابل اللي هي بهارات وكركم ونمو بصرة وملح وكرفس راح أضيف لهم. فليش سويت ثروب هنا؟ طبعا ويا المارقة، لأن اليوم شنو مرقتنا أني ما أحبها أصلا، أكثر مرقة أكرهها. ما أعرف أكو هواي ناس يحبونها، فكل من وذوقه. شنو هي هالمرقة؟ فاصوليا الخضراء، ما أعرف ما أحبها، بس مرات أنجبر آكلها. فالمشكلة أبو كرار يحب هاي المرقة ويموت عليها فمجبورة أسويها. فهنا أنا بلشت إنه أسوي الغدا. وهنا أنا التمن بنات خليته، طبعا هذا التمن أكبسه أسوي بزل، هو هذا التمن خطية ما راح يتغير من شكله، لأن هو النوعية مثل ما قلت لكم بفيديوهات سابقة نوعية رديئة ومو هالقد. فقبل كنت أشتري غير نوعية وكانت يعني زينة، بس هالمرة لا، بس بعد تورطت واشتريت. فهنا أنا بعد ما استوى غدانا هاي الثروب الشكل النهائي، شو اسولف لكم الطعم يخبل، وصارنا هواي هما ماكلينها. وهنا التمن والمرقة، وسهمكم العافية حبايب قلبي. فتعرفون بما انه مدارس، فسويت لي يعني شلون تجليد وجبات. فهنا بلشت أجلد البنتي بالسادس ابتدائي، لأن كل أسبوع يعني مثل شلون كل يوم مخصص الأحد الصفوف. فعندي أني 3 أطفال بالمدرسة، في يوم الاثنين والخميس والأربعاء. فكانت بنتي فاطمة يوم الخميس فأحضر كتبها، لأن مثل ما تعرفون جاي ينطون كتب، بس أكو نقص بالكتب، أكو كتب ما ينطونها بعدين يا الله. فالمهم بلشت أجلد كتبهم. بنات كلش أشكركم على تعليقاتكم الحلوة وعلى دعائكم لوالدتي، ربي يحفظكم ويحفظ أحباب قلبكم من كل شر. يعني أنتوا عائلتي الثانية، ما أعرف شو أقول لكم. يعني صحيح من أشوف هاي التعليقات الحلوة ترتفع معنوياتي وأصير يعني أقوى. وأحد المتابعات علقت لي تعليق حلو، قالت لي ديري بالك على والدتك لأن الأم ما تتعوض. والله يا أم باقر صحيح الأم ما تتعوض، وخاصة الأم والأب هما ما يتعوضون اثنيناتهم،
ايش قد ما تسوين هو شي قليل وبسيط للوالد والوالدة. اللي تعبت، اللي سهرت، اللي ياما تأذت على مود أبنائها وياما ضحت على مود أبنائها. ربي يحفظكم إن شاء الله ويحفظ أهلكم. فطبعا أني ما أعرف شو أسولف لكم. والدتي من تمرضت ما أعرف صار بي. أني عندي والدتي ووالدي الهوى اللي أتنفسه، بحيث إحنا الحمد لله والشكر أني يعني بنفس المنطقة مو بعيدة عنهم. احتمال إذا بعيدة عنهم بغير منطقة احتمال راح يصير بيا شي. يعني أبد ما أقدر أفارقهم. كل يومية لازم أروح أشوفهم. يعني هاي بعد ما أعرف هيك صار عندي. لأن تعرفون الأم والأب يعني بهيج عمر يعني يتعبون، الأمراض تزيد عليهم، يحتاجون واحد يراعيهم، مو بس يراعيهم الكل مهم. مثل احتمال انه انتي تروحين لأمك تسولفين وتضحكين هم راح يغير من نفسيتها. ودائما الأم لما نشوف أولادها حولها، أولادها مثل يمها موجودين وتشوفهم زينين، هي راح ترتاح نفسيا. فالحمد لله والشكر يعني الحمد لله والشكر أنا إنه قريبة على والدي ووالدتي، ويعني دائما متواصلة وياهم ما منقطعة عنهم. فحبيت كلش أشكركم على تعليقاتكم الحلوة اللي والله العظيم ما أعرف شو أقول لكم. يا أرقى عائلة. فهنا بعد ما خلصت التجليد سوينا عشاء بسيط وسريع، صدر دجاج وفنجر. حبايبي إن شاء الله استمتعتوا وياي بهذا الفيديو البسيط. ربي يحفظكم إن شاء الله من كل سوء. مع السلامة حبايب قلبي.